الحكم في الرجل يقبل المرأة ويعمل بها كل شيء ما عدا الزنا، وما كفارة ذلك؟ كما نرجو من فضيلتكم إرشادنا إلى كتب تذكر ذلك، حيث أن كثير من الشباب في قريتنا مبتلون بذلك، ومرادي أن أقوم بالنصح لهم. أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء وأعانكم على نشر دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الذي ذكرته أيها السائل حرام عليهم، لأن الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فتأمل قوله ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، لأجل أن يتناول ذلك كل ما كان سببا ووسيلة إلى الزنا. نعم. وهذا الذي عملوه هو من زنا اليد باللمس، ومن زنا العين بالنظر، ومن زنا الرجل بالمشي، فهذا حرام عليهم، وعليهم أن يتوبوا منه. ويجب على ولاة الأمور تعزير هؤلاء